لبلد يقول إنه ليس الطرف في هذه النزاع يقاطعنا نحن أبناء الصحراء، بل وياتي بمواطنيه ليدافعوا عن الصحراويين. أين هم هؤلاء الصحراويين؟ سيد الرئيس، في هذه القضية هناك طرف حقيقي وواحد وأوحد، وعليه أن يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام التاريخ، وهذا الطرف هو الجزائر وحدها. الجزائر. لقد أمضيت حياتي في مخيمات تندوف، أعرف كل صغيرة وكبيرة هناك. عندما بدأت أستنكر ما يحدث تم اعتقالي بطريقة مذلة وإرسالي إلى سجن الذهبية السيد ذكر، حيث تعرضت لكل أنواع التعذيب والإهانة، ولم أخرج منها إلا بمعجزة وبتضامن أفراد أسرتي وقبيلتي. فالبلد الذي يحتضن مخيماته مستعد للتضحية بهم مقابل أبسط امتياز يمكن أن يحصل عليه، ولكن بين المفر. أقاطعك وأعطي الكلمة من جديد إلى الجزائر. Thank you, Mr. Chair. I mean, it is one. شكرا حضرة الرئيس. والآن أعطي الكلمة لسيدة سيداتي بن مسعود، تفضلي. سيدات والسادة المندوبون، اسمي سيداتي بن مسعود، رئيس الجماعة القروية للتشيرة. اختارني أغلبية الناخبين بالقرية التي أسكن فيها لرئاسة مجلسهم الجماعي والسهر على تسيير الشؤون اليومية لمواطنيها، وذلك في إطار انتخابات ديمقراطية. فكل مراكز القرار بالصحراء المغربية تسيرها أطر عالية الكفاءة من الصحراويين أبناء المنطقة. حضرنا أمامكم لنقول لكم بأن حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، لأننا أبناء هذه المنطقة، ولن نتخلى أبدا عن هويتنا المغربية، ولن نتنكر أبدا لعهد البيعة التي تجمعنا مع ملوك هذا الوطن، كما أننا لن نترك حفنة من الخونة تبيع أرضنا لعصابة من الانقلابيين. نحن أصحاب هذه الأرض، وقد قررنا مصيرنا منذ خروج الاستعمار الإسباني من المنطقة. كمواطن صحراوي أعيش بالصحراء المغربية كما يعيش أي مغربي عادي، وهناك مواطنون من طنجة ومراكش ومن الدار البيضاء يعيشون معنا بالأقاليم الصحراوية حياة مطمئنة، كما أن هناك مواطنون كثر من الصحراء المغربية قرروا الاستقرار بالمدن الشمالية للمملكة. لا فرق بين أن يعيش الإنسان في شمال المغرب أو جنوبه، أمر عادي أن يستقر مواطنو دولة حرة أينما شاءوا داخل وطنهم. ويكفينا فخرا واعتزازا أن يجمعنا حب الوطن والانتماء الأبدي لهذه البلاد المباركة. أنا أعرف أن هذه الصراحة في الخطاب والبساطة في الكلام تدمي الحقودين وذوي القلوب المريضة، وأرى من على هذه المنصة أمواج الغضب والكراهية تخرج من عيونهم لتغمر أجسادهم وتحولهم إلى كتلة من الحقد والبغض. أعرف أنه لا جدوى للحوار معهم، لأن عقليتهم المتحجرة غير قادرة على استيعاب معنى حب الوطن. السيد الرئيس، السيدات والسادة المندوبون، من المستحيل أن ينسى المغاربة الطعنات الغادرة التي يتلقونها من عصابة الجبناء الذين تنكروا لكل ما قدموه لهم شعبنا عندما كانوا في الحضيض. فعندما كانت الضربات تشتد عليهم كانوا يجدون في المغرب الملجأ الآمن والحضن الدافئ، وكان المغاربة البسطاء يقتسمون معهم المسكن والمأكل وحتى الملبس. وها هم اليوم يحاولون قطع اليد التي أنقذتهم ودافعت عنهم. فتبا لمن له من جوار وتبا له من جيران. لا. Doy las gracias al peticionario. أشكر مقدم الالتماس. أعطي الكلمة الآن لسيد أحمد محمد إلى أخذ الكلمة. محمد فال طالب عمر عن منظمة كوديسا بالصحراء الغربية. على مدى نصف قرن خاض الشعب الصحراوي واحدة من أطول وننبل نضالات التحرر في تاريخ الحديث، ورغم الاحتلال العسكري المغربي وجرائمه الممنهجة اختاروا الصحراويون طريقة المقاومة الأخلاقية. أعطي الكلمة لممثل المغرب الموقر. شكرا على إعطاء الكلمة. طلبت الكلمة لأتأكد
من وصول المعلومة أطلب من مقدمي الالتماس أن يلتزموا بموضوع المناقشة. إن هذه المحاولات للهجوم على المغرب لا يمكن أن نتسامح معها. حضرة الرئيس، أطلب منك أن تطلب من مقدم الالتماس أن يعود إلى الموضوع وألا يتعرض للمغرب. قبل أن أعطي الكلمة مرة أخرى لمقدم الالتماس، أطلب منه أن يحافظ على وأطلب منه أن يلتزم باللياقة وألا يحيد عن موضوع المناقشة. وقبل أن أعيد الكلمة لمقدم الالتماس، فأعطي الكلمة لوفد الجزائر. شكرا حضرة الرئيس. بداية كما ذكرنا سابقا، نطلب منك أن تطلب من وفد المغرب أن يحافظ على الباقة كذلك واللياقة، وأن يسمح لمقدم الالتزامات أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم بحرية. وإننا نرى كذلك أننا في الأمم تحت المفترض أننا في مكان نستطيع فيه التعبير بحرية، وحيث يتمتع الجميع بفرصة حقيقية في الحديث عن عناصر بدون استفزاز أو ضغط. فنطلب ونحن نطلب منك بكل احترام أن تحافظ على اللياقة وأن تترك مقدم الالتماسات التعبير عن رأيهم بشكل مفتوح وشفاف. وشكرا. Doy las gracias a la distinguida delegación de Argelia y